كنا صايمين يعني وتعبانين سلينا. واحدة راحت تشتري بغبغان، قال لها الراجل ان البغبغان ده مسلي جدا، لما ترفعي رجله الشمال هيغني لك تامر حسني، ولما ترفعي رجله اليمين هيغني لك حمو بيكا. فسألته طب لو رفعت رجلين الاتنين مع بعض، رد البغبغان قال لها اه يا غبية. جامدة دي يا زميلي. واحدة كمان بقى يا معلم، واحد متخانق مع مراته، راح كاتب لها صحيني الساعة 6 الصبح علشان اروح الشغل، وحطها جنبه على السرير. صحي من النوم لقى ان الساعة بقت 10 ومراته كاتبه له ورقة الساعة 6 يلا اصحى. لا لا جامدة أوي يعني. يلا استمر، لسه فاضل ساعتين على الفطار. ودي كمان يا معلم هتموت ضحك. واحدة متجوزة بتقول لجوزها ايه بقى؟ اطرد السواق بتاعنا كان هيموتني مرتين في حادثة. قال لها لا معلش خلينا نديله فرصة تالتة. مرة واحد بخيل ماشي مع خطيبته قدام مطعم ورقة الأكل طالعة ومفحفحة، فخطيبته قالت له يا سلام على رقة الأكل ده اتجنن في المطعم ده. قال لها بقول لك إيه، لو حبيتيني وسمعتي كلامي أمشيكي قدام المطعم ده كل يوم. No, 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 no. هذا كمان يا سيد نكتك جامدة فشخ. دي كمان يا ربنا على غير خطرك. توك توك دخل محطة بنزين يمول، لقى مقطورة بتمول 200 لتر وميكروباص بيمول 50 لتر. بس للراجل بكشوفه وقال له أمبو. مرة واحد بيقول لواحد صاحبه هو ليه الدكاترة بيلبسوا كمام على وشهم لما بيعملوا عملية جراحية؟ قال له عشان لما بيعملوا عملية وتفشل محدش يتعرف عليهم. دي بقى عن المخطوبين واتنين المخطوبين. واحدة بتتكلم مع خطيبها وبتقول له أنا عايزة أطلب منك طلب واحد. قال لها إيه هو؟ قال لها أنا عايزك بعد الجواز تشاركني كل مشاكلك وهمومك. قال لها بس أنا مش عندي مشاكل وهموم دلوقتي. قالت له ما أنا عارفة إحنا لسه ما اتجوزناش. قول كمان، عايزين كمان. خد دي بقى يا معلم عن التعليم في مصر. أستاذ قال للتلاميذ بتاعته أنتم مصابيح المستقبل، فواحد منهم بس لقى واحد نام جنبه، فقال له يا أستاذ في لمبة هنا اتحرقت جنبي. واحد بعت لمراته رسالة على الواتس قال لها أنت منورة البيت كله، ردت عليه شكرا يا حبيبي. قال لها شكرا على إيه؟ قومي اطفئي الأنوار. يا اخي بالله عليك بالله عليك نكته كمان. ماشي يا معلم، شويه مساطيل كانوا شايلين تلاجه وطالعين بقى الدور العاشر، فواحد منهم قال له يا شباب عندي ليكم خبرين، واحد حلو والتاني مش حلو. قال لهم ابدا بالحلو. قال لهم الحلو ان احنا فاضل لنا دور ونوصل العاشر. قال لهم وايه اللي مش حلو؟ قال له مش دي العماره اللي المفروض نطلعها. دي بقى اخر نكته، بس لو عجبكم الاداء والنكت لازم تعملوا لنا اشتراك ولايك عشان وربنا بنتعب. لازم تدعمونا وتعملوا لنا اكسبلور ومتابعه على اليوتيوب ولايك وكومنتات كتير وكل حاجه حلوه. مسطول بيقول لصاحبه انا عندي حل للازمه الاقتصاديه الحاليه، فصاحبه قال له قول الحل يا معلم. المسطول قال له انا شايف العملات اللي بتبدا بحرف الدال هي اللي بتعلى زي الدولار والدينار والدرهم. فصاحبه قال له فعلا دي حقيقه، لكن فين الحل؟ المسطول قال له الحل اننا نسميه جنيه بدل جنيه.